مش عارفه ابطل حلويات او مش قادره ابطل حلويات. كل ما اعمل دايت يبقى السبب الرئيسي اللي بيبوظ لي الدايت هو ان انا محتاجه سكر، وباكل سكر اكتر من الاول. يعني لما بمنعه يوم ولا يومين، على التالت باكل سكريات اكتر من اللي كنت باكلها قبل كده. طيب، مين اللي قال ان احنا علشان نبدأ دايت لازم نبطل خالص حلويات؟ لازم من اول يوم نقطع السكر. مين اللي قال ده؟ مش احنا قلنا قبل كده ان البداية الصح هي اللي هتخلينا نستمر وقت اطول؟ يعني لو بدأنا الاول بالتدريج. يعني ايه بالتدريج؟ يعني انا متعودة انه المشروبات بتاعتي عددهم 6 مشروبات في اليوم وكلهم بسكر. طيب مبدئيا كده احنا هنشيل من العدد ده 2. ال6 مشروبات يبقوا 4 مشروبات مش 2. احنا هنشيل منهم 2 يبقى هيتبقى 4. ال4 مشروبات دول كل مرة باخد فيهم معلقتين او 3 من السكر. تعالوا ننزل كمية السكر اللي موجودة في ال4 كوبايات دول، لان احنا مثلا نشيل معلقة سكر منها. ايه رأيك؟ شوفوا بقى كمية السكر اللي شلناها كلها بس من المشروبات بقت قد ايه. ادي ده سكر مستخبي. وحاجة تانية كمان هقول لكم عليها في المشروبات. اولا ما تمليش الكوبايه على الاخر. يعني لو انت متعوده تشربي كوبايه الشاي كلها مليانه للاخر خالص، لا، اعمليها كوبايه الا ربع، اعمليها نص كوبايه عشان تقدري تستطعمي السكر. او صغري الكوبايه وانتي بتشربي، اشربي بالراحه وواحده واحده، وسيبي شويه في الاخر ما تشربيهمش. هتلاقي نفسك دخلتي جسمك كميه سكر اقل بكتير. انت مش متخيله قد ايه ده هيفرق معاكي. وبكده تبقي قللتي كميه السكر في المشروبات. وايه، خلصنا من قصه المشروبات دي. ندخل على التدريج اللي بعده. طيب انا دلوقتي باكل قطعتين من البسبوسه او الكنافه او حته الكيك بتاعتي بتبقى قد كده، كل ده ينزل للنص. القطعتين يبقوا قطعه، الشوكولاتايه تبقى نص، وهكذا. ده امتى؟ بالتدريج. لحد امتى؟ لحد ما انت تحسي انك قادره تقللي النص للربع. انت اللي هتقرري ده. ده ممكن ياخد منك اسبوع، 10 ايام، وهتلاقي نفسك بتخسي. هتلاقي نفسك في فرق شاسع وكبير جدا جدا في شكل جسمك، وخصوصا في محيط الوسط. هتلاقي نفسك الحاجات ابتدت توسع منك، لان اول ما بنقطع السكر او بنقلله بيبان على طول على بطننا وعلى بنطلوناتنا وعلى السكيرتس بتاعتنا، الجيبات بتاعتنا، كل حاجة في الوسط بتبان على طول. فمرحلة التدريج دي تختلف من شخص للتاني. مش هقعد اقولك انت قوية، انت اقوى من السكريات، انت تقدري تمنعي السكر، وانت عارفة قد ايه السكر ده بيضرك وبيجيب امراض وبيسبب في امراض والخلايا السرطانية، وقد ايه بيخلينا نعجز، وقد ايه بيفقدنا المناعة بتاعتنا وبشرتنا وشعرنا بيتضروا. انت عارفة كويس جدا الكلام ده، كلنا عارفينه. ومع ذلك المدمنين اللي زينا اللي بيحبوا السكر بزيادة قوي ما بيقدروش بالسهل ان هم يبطلوه. فمرحلة التدريج دي مرحلة واسعة جدا. تقدري انت تستخدمي الطريقة المناسبة ليكي، التدريج المناسب ليكي. انا معرفش بتشربي كام معلقه سكر، ما اقدرش هتقدري تستغني عن كام كوبايه قهوه او كام كوبايه شاي او اي مشروب، ما اعرفش ده. بس ده بقى هنا انت وضميرك، انت اللي هتقدري تحددي وتقدري تشتغلي على الموضوع ده. لما تحسي انك بقيتي شاطره وانك قدرتي تعدي المرحله دي بسلام وامان، وقللتي كتير جدا من كميه السكريات اللي انت بتاخديها، قللتي، ادخلي بقى على مرحله التبديل. يعني ابتدي ابدل. ان انا دلوقتي محتاجه معلقه السكر اللي كنت باخدها في حته بسبوسه واحده، هخليها معلقه عسل نحل، هاخدها كده يعني تحسسني ان انا اخدت حاجه مسكره وحلوه وجزعتني زي ما انا عايزه. التمر ممتاز، الشوكولاته الدارك ممتازه، وهكذا. ابتدي ادور على التبديل. هنا التبديل ممكن يبقى بتفاحه، انا مش حاسه ان انا محتاجه سكر قوي فاخدت التفاحه، اخدت البرتقانه، اخدت اي نوع فاكهه فيه سكر معتدل وطبيعي،
هيكون ألطف بكتير من السكر الأبيض. فمرحلة التبديل دي مرحلة مهمة جدا، لما توصل لها هتلاقي نفسك عديتي مثلا بقالك شهر عاملة النظام ده اللي هي التدريج الأول وبعدين التبديل. بعد شهر بصي على نفسك وبصي خسرتي قد ايه، وبصي قد ايه لبسك وسع عليكي من بس السكر، وهتشوفي ان انت كنت مكبره الموضوع قوي لان انت كنت محبطه، مش اكتر من كده. هو احنا بيبقى عندنا حاله من حالات الاحباط، اللي هو لا انا مش هقدر، لا انا اصل انا محتاجه اخس بتاع 20 30 كيلو، انا هخس ده بس بسبب ان انا اشيل معلقه السكر. طب جربي وشوفي قد ايه جسمك هيستجيب وهدومك هتوسع لما بس الاول تقللي السكر وبعدين تبدلي السكريات بسكريات تانية تكون طبيعية ومش مضرة زي السكر اللي بيتخنى وبينفشنا وبيخلينا ورمين كده وتخنانين في يومين 3. لو كلتي حاجة مسكرة تلاقي على طول تخنتي، على طول بان عليكي الكحكاية. وطبعا واحنا بنتكلم دايما عن السكر بنتكلم عن العيش واهمية ان احنا نشيل من العيش كتير. فوانتي شغالة على السكر اشتغلي على العيش الفينو، العيش البلدي، اي عيش عندك هو زيه زي السكر بالظبط. فاوعي تتجاهلي موضوع العيش علشان العيش كمان بيودي في داهية مع السكر. فخدوا بالكم على نفسكم، خدوا بالكم على صحتكم، وبلاش تحسوا ان الموضوع صعب قوي وهو الموضوع مش بالصعوبة اللي انتم متخيلينها دي. يلا توكلوا على الله وابتدوا مرحلة التدريج من النهاردة، علشان قدامنا لسه شوية على ما الشتاء يدخل ونبقى محتاجين بقى حاجات مسكرة اكتر، ونفكر في ايه اللي ممكن ناكله بالليل واحنا بردانين وسقعانين ويبقى برضو حاجة مسكرة. بس هغششكم البليلة والبطاطا والحاجات الصحيه بتاعتنا معانا، ودايما كده لما نحس ان احنا هبطانين ومش قادرين وعايزين حاجه حلوه نروح بقى للبطاطا، نروح للبليله، نروح للحاجات الصحيه اللي احنا عارفينها. وهنعمل فيديو تاني نشوف ايه اللي نقدر ناكله صحي لو احنا محتاجين ناكل حاجه مسكره بالليل.